Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Qabul wali kulli sul wal ma'mul ila hadrati Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati Sayyidah Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sairi azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ahli kisah Sayyidatuna Fatimah az-Zahra wa ikhwaniha Sayyidina al-Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahil a'immatil arba'atil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra' wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in. Thumma ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Ibrahim Ad-Dasuki wa usulihim wa furihim wa jam thumma ususan ila hadratil Imam Sayyidil Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ammihi Alwi Amil Faqih wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami'il awliya'i tis'afi buldatina Al-Indonesia Al-Marhubi wa lisama wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى أولياء هذه القرية وأولياء هذا البلدة ثم خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه المرحوم المغفور له به مهاجر بن دميري بن محب الدين بن عبد الله بن علي أكبر بن سليمان وجواكم ووصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهترون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض
والميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهلكنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو بصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا
فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سعر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين هم لا المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في القبر وعشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك في هذه الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعظم العصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الفاتح البرة الكرام أصحاب الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ngiring areng sareng doa nyondok Allah Subhanahu wa taala atuaki kika dinto kelaban doa birrul walidain kelaban harapan walar manter seteu jareng sepo sampun tada umur manter muka pada sepo ratu sana ya keterima seteu amal saen segi umur tamban umur sebarokah sehat wal afiat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على الاغتناء بهرما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم اللطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم فضلهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم والطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعادة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى بما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوا فيها اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم يا كريم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما تحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا توافقهم منا على موقف الاقتضاء بما نجترح به من سوء الاجتراح اللهم وما تلوته من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحات فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها
فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابنا أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, setaja abna wal aulad, nak potoh dari sahibul haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Mbah Yai Muhajir, wabil khusus hadratil walid Ki Haji Abdul Hamid bin Abdullah, mata'an Allah bi tuli hayatihi wa afiyatihi. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah dekat Allah subhanahu wa ta'ala sekak dimai malemangkin kaula ben para junan setajah polong neng situng tempat semuljah dalam acara holepon orang muljah malar manter barokana haul malemangkin setajah sandi hajat tung situng hajat tunya hajat akhirat setajah pada berkembang tineng Allah subhanahu wa ta'ala ben malar manter sandi keluarga sakit para nasihat wal afiat. Mantar muka pertemuan malam mangken benih pertemuan saya terakhir tahun demi tahun bisa pangki boleh dalam keadaan selangkong saya pangki dalam keadaan saya lebih saya pangki ben para sekik beda mantar jaga tining Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ikhwani rahimakumullah, dalam situng kitab Bustanul Wa'idhin halaman 50 dikatakan man qata'a umrahu fi ta'atir rahman wa amila bis sunnati wal qur'an khalasahu maulahu min jami'il humumi wal ahzan. Man qata'a umrahu fid dunya, barang siapa yang menghabiskan waktunya selama hidup di atas dunia bi ta'atir rahman, dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaminan adalah dan orang tersebut berusaha mengamalkan sunnah dan Al-Quran. Serana orang memutuskan umrah untuk yang kui taat ke Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha dengan mengamalkan sunnah dan isi daripada Al-Quran, khalasahu maulahu min jami'il humumi wal ahzan,
maka Allah kelak di hari kiamat akan menyelamatkan orang tersebut min jami'il humumi wal ahzan, dari segala bentuk susah payah dan kesumpekan dan kesusahan. Hadirin saya sangat betul kumulyaki, tada orang yang bisa menjamin keselamatan kula panjenengan pagi etine kiamat. Tak satu pun orang yang menjamin selamat kaulaban panjenengan pagi dari apoi neraka masuk ke dalam surga, tak ada jaminan. Memang betul banyak jalan menuju surga, tapi pasti menuju surga jalannya cuma satu. Esena situng, jalan macam-macam, esena taat ke Gusti Allah. Bohong menuju surga tapi tak taat ke Allah Subhanahu wa taala. Omong kosong menuju surga tapi tak norot perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu satu-satunya keselamatan kaul panjenengan sebakal menjamin pagi nang hari kiamat engki gak dinto taat kaul panjenengan deka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku kelak akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan diajak masuk surga oleh Nabi. Para sahabat pun heran. Kira-kira siapa orang yang diajak masuk surga bi Kanjeng Nabi tapi nolak? Man huwa ya Rasulullah? Pas saya reka dinto ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Entare. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku berarti masuk surga. Benden situ taat ke Gusti Allah. Wa man 'asani faqad aba. Orang si tak taat ketang perintah berarti orang ini tak ndak jajak surga bisa kok dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sangat betul mulyaki, maka karena umur nikah to digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya terbuang punan, Pak. Umur kuliban panjenengan nikah pun banyak saya terbuang sia-sia, banyak saya la dunya wala akhirat. Ada olehna. Karena umur nikah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan, berusaha dengan sekuat tenaga meminimalisir umur ini kesop aja tak elang beri ya semampuna, tapi cek sampai tak usaha untuk taat ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an debu, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi alima. Allah Subhanahu wa taala debu, wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, janjine Gusti Allah harus taat. Terus bareng Kanjeng Nabi, terus bareng orang-orang sesae harus taat dekat Gusti Allah. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin. Terus bareng para nabi, tak cukup karo terus harus usaha untuk taat. Wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Maka sebaik-baik sahabat adalah mereka orang-orang para nabi dan orang-orang siddiq dan orang-orang yang soleh, untuk mencapai murafaqah, untuk mencapai kedudukan yang sama dengan mereka walaupun tak persis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid tak taat ke guru, guru ni sengkawa. Anak tak taat dek reng tua malas. Jeregen andi koli na tak norot sengkah, jeregen pun kastah. Mungkin si kejaki pecat orang ni kah? Sebenarnya kejukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tak memerintahkan kita neka mempolong dunia terus dunia neka pentak urunan lah. Allah taala tak nuntut mejar iuran, urunan, membayar pajak dekat Allah Subhanahu wa taala. Cuma situng taat. Apa berarti taat ke Gusti Allah? Salat 5 waktu na jaga.
Pas bulan Ramadan jaga, mun tak mampu tahu saya tambah. Sahabat atanya langsung dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul khamsah wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mampu mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan puasa bulan Ramadan, namun makanan dan pekerjaanku adalah perkara yang halal, aku menjauh daripada perkara yang haram, taat keajunan Gusti. Adkhulul jannah, masukkah ke surga ya Rasulullah? Gal, na'am, masuk surga. Walam azid ala dzalika syai'a, kalau tak bisa nambahin salat tahajud, salat duha, salat witir, tak bisa nambahin. Kecuali salat 5 waktu, tak bisa nambahin puasa Senin Kamis, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Dzulhijjah. Wala azid ala dzalika syai'a, tak bisa nambahin apa sekali kecuali salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pekerjaan dan makanan halal, jauh dari perkara yang haram, jamin masuk surga. Tak semudah membalikkan telapak tangan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf kula non sebu. Hewan etek, Pak. Norot kecerakeun. Karo ibadah yetok ro nyabrang situ nyabrang kapi. Orang sandi otak sandi akal kadang kalabi etek, Pak. Katipun mana pecek Gusti Allah letak etoro. Perintah letak etoro, larang na elanggar. Walayadu billah, maka mau Gusti Allah letak ketako, Allah Ta'ala letak ketako, perintah letak etoro, terus atoro asyir kalau panjenengan terus masuk surga, situng syarat taat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kumuljaki, taat kuluban panjenengan kadinto saya menentukan pagi dengan akhirat. Sebagaimana gelak keterangan saya pertama, sapan orang saya menghabiskan umur dengan ketaatan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga menjauh daripada perbuatan maksiat dan mungkarat, sekone amal ibadahnya king jauh dari kemaksiatan, jauh dari perkara haram cukup. Daripada banyak amal ibadah tapi banyak ki kemaksiatan. Susu setembeh tapi kecampuran bi racun secap-cap, maka susu setembeh gele ada gunana. Aing esomor kening racun sebutol, maka aing somor walaupun nyomber dari dalam somor gele, maka somber gele tak manfaat dan tak guna. Sebenarnya juga amal kul menjenengan, amal banyak tapi maksiat banyak kia, maka amal gele bakal sia-sia. Sekone amal tapi taat dekat Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan sekuat tenaga untuk jauh daripada panapa saya larang tining Allah Subhanahu wa taala. Ni kamponan saya paling akhir betul kaula. Ni ke zaman bani zaman para nabi, ni ke zaman bani zaman tabi'in, ni ke bani zaman, ni ke pun zaman saya mengkhawatirkan, Pak. Anak bengal kering tua, ampun biasa. Reng tua yokom bi anak, ampun banyak. Anak nuntut jadian pengadilan, bahkan anak bengal matiin kering tua, bahkan ampun tibi eka polong tedung. Ezinai ben anan walayadu billah, monte jegongku akhlakah, monte tak monte didik dengan ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Walayadu billah, saya ketako anak ni ketak tadi anak sinorot, anak takok tadi anak setaat dekat perintahan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Kanjeng Nabi, sapan orang taat ke sengkok, bareng sengkok masuk surga. Wa man asani faqad abah. King sebalik mun orang gelak letak nurut ke sengkok, berarti orang gelak tanda ya cek masuk surga bi Gusti Kanjeng Nabi. Malar manter Rabu ni kaul panjenengan ni catat tambahan amal ibadah saya keterima. Malar manter insyaallah kaul panjenengan paring istiqomah dalam ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala, paring kekuatan untuk menjauh daripada segala bentuk larangan saya larang tining Allah Subhanahu wa taala. Ning yaden Mbah Muhajir, ning yaden pasareun Mbah Muhajir. Akran tak beng sebeng nyon dekat Allah Subhanahu wa taala. Menter mu kena foto icuwaki dari ganja narkoba. Menter mu ka akran tak dalam ate beng sebeng, menter mu tak mateh kawuleban panjenengan kecuali nyakseen anak tadi anak sesoleh soleha. Neng yaden Mbah Muhajir, orang sesoleh, belina Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh yaden Gusti Allah. Menter mu kering sepo seki beda umur tambah umur sebarokah. Reng sepo sesake bareng sihah wal afiyah.
ring sepo sampun tada umur ning alam barzah mentermuka pejemper kuburna apa selamat dari adab kubur apa selamat dari adab neraka apa masuk areng-sareng paki kelebihan para salafun as-salihun masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala mentermuka tak bener rezeki si halal si barakah mentermuka lamun depak ka umur ka ulun panjenengan ala husnil khatimah ya akhirin kelebihan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin Allahumma amin mesen Ka'bah tibi tore cek sen pusen maengak kena foto untuk taat ke Allah Subhanahu wa taala pesenen terus keluarga benak foto untuk taat ke Allah Subhanahu wa taala karena taat nikah tung situ ngecara ilmu letek capok amal pun letak bisa nutot kita taat nih kemunan taat nih kemauan semampu gulik sampian tapi untuk meninggalkan maksiat dengan segala kemampuan cek coba-coba untuk taat semampuna tapi untuk meninggalkan maksiat dengan segala kemampuan mentermukai parang kemampuan tinang Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أفضل الذكر قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان
يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور يا حفيظ يا لطيف 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 يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا كافي يا غني يا مغني يا رزاق 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 صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويمجده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال من الرغائب وخص الحواتم ويصلى معه من الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عمرك. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وأقربائنا وأصدقائنا ومشايخنا وعونا وبارك علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ورحمهم والمن. إنك مجيب الدعوات يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سلمنا والمسلمين واجعلنا من عبادك الصالحين وصحة وعافية ظاهرا وباطنا طويل أمورا بركة السلامة والفائدة والاستقامة والأمان من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بإيمان اللهم اختم لنا منك بخير أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والفاتحة.